لازم واحد يدفع. ايش ندفع؟ حاضر انا ولا غيري، انا اليوم انا اليوم وغيري غدوه، شنو اللي ادفع؟ يدفع ثمن اعتبره فشلا. فشل الاداره، فشل ماذا؟ الاحداث الاخيره فشل ماذا؟ انفجارات الغام متتاليه وما زالت فشل ماذا؟ انفجارات الغام متتاليه وما زالت مش تصير. العملية الجارية لمدة أسابيع متتالية تبين اليوم أن جبل الشعامبي ليس فيه إرهابيين، والإرهابيين كانوا موجودين في الجبل وتركوا العديد من الآثار. قاعدة تموت كل يوم، راه يلزمنا نفيقوا على رواحنا ويلزمنا نعرفوا شكون اليد الحمراء قاعدة تختال في تونس كل يوم، راه مش معقول، راه الجيش التونسي تعب، راه عامل ثقة احنا في المجتمع والشعب التونسي باش يفيق على راه في اقرب وقت، والطريق هذا امس تعداو فيه ما سمحت فيه، عباد قاعدة تلغم في طريق في فجمة هذا اليوم وقع زرع لهم، نوع عادي جدا تويوتا كاتفوكات عادية ليست مصفحة بحيث بقيت اشلاء بما فيها الوكيل اول شاف دبور ومعه رقيب شوفير توفي على عين المكان، بينما تم نقل رقيب اول ورقيب كان يجلسان في الخلف في حالة يبدو انها اصبحت جيدة الان، وتم نقلهما الى جابس. جيش نحن ديما في خدمة الوطن، لكني يلزم تفيق الروح السياسيين هذوما اللي قاعدين يلعبوا بالبلاد، راهو مش معقول، ثم تمويل سياسي وارهاب سياسي في هذه البلاد، وانا متيقن من المفشون. انا منبه الان يا شعب ونأكد عليك، كل متأكد انه ما فيش واحد من الشباب اللي يسموه ارهابي ومتطرف وسلفيه جهاديه وكل هذه المسميات، نحن شعارات، نحن كل مسلمين، نحن شعارات، ديننا واحد، اسلام واحد، نحن مسلمين. هذا الشباب كونوا متاكد انه في المهرجانات اللي باش تتقام هذه ربما في غيرها، ربما في تجمهر سياسي، ربما في كارفور، ربما في المترو، ربما في حافلة، ربما في قطار، ربما في تجمع رياضي، تقع عملية تفجير يموت فيها ناس أبرياء من شعب ويلبسوها لنا نحن. المجانين في تونس مش قل، يستطيعوا يمشيوا المنوب يخرجوا مجنوب يلبسوا حجاب ناسف، يدخلوا في الفول، يدخلوا في تجمع معين، في كارفور لما تكون مليار الناس قاعدة تتبرع، ولا في احتفال حفلة في كرطاج، ولا في تجمهر سياسي نتاع حزب يحب يشد الحكم بالقوة، وانتم تعرفوهم تصورهم ما أكثر من بنايين في الشوارع، يجيوا في تجمهر ويحطوا إنسان مجنون بينهم والتفجير عن بعد يقع، يفجروه يموتوا 10 20 30 قد ما يكبروها هي باش تكون في صباحهم. إذا وقعت مثل هذه الأعمال كن متأكد أننا لا ندعو إليها ولا نقوم بها ولا نعملها ولا نرضاها، لأننا لا نقتل المسلمين في تونس.